الله أكبر الله ايه يا عم أكبر. جيمي، مش سامع الاذان ولا ايه؟ ما يلا بينا كده نقوم نتوضى ونصلي، ده ربنا سبحانه وتعالى بينادينا. يا عم الشيخ بقول لك ايه، انا لسه صاحي ومش قادر افتح عيني. سيبني بس خلاص الفيديو اللي انا اتفرج عليه ده، وبعد كده هصلي واعمل لك كل اللي انت عايزه. فيديو ايه بس يا عم جيمي؟ سيبك من الفيديو دلوقتي وبعدين ابقى تعالى كمله. الصلاه ليها وقتها، وبعدين الصلاه دي مش شويه ركوع وسجود وخلاص، دي ليها فوائد كبيره جدا. فوائد ايه بس يا عم الشيخ؟ ما الواحد كويس وزي الفل، هو الدنيا ماشيه من غيرها عادي يعني. ايوه انت كويس دلوقتي، او انت فاكر ان انت كويس، لكن الصلاة دي فيها فوائد كتيرة جدا. تعالى كده نعدها مع بعض. أول حاجة، الصلاة هتخلي عندك راحة نفسية وهتخليك من جواك كده نضيف. تخيل كده إنك بتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وبتفضفض له وتقول له كل اللي في نفسك. ده الواحد لما بيبقى مهموم ما بيصدق يلاقي حد يسمع له عشان ينفس ويطلع اللي جواه. فتخيل بقى لما تكون بتحكي لربنا سبحانه وتعالى، هو اللي عالم ايه اللي جواك وهو اللي عنده الحل. هتحس فعلا ان انت مرتاح، اكنك بتعمل ريست لنفسك كده زي ما بتعمل ريست للراوتر، وترجع تاني لحياتك اكن مفيش اي حاجه مضايقاك. ربنا سبحانه وتعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وما فيش ذكر طبعا أعظم من الصلاة. الواحد فعلا الدنيا معاه مش متظبطة، وأحيانا بيحس إن هو مش كويس ومش عارف إيه السبب أصلا. تاني حاجة الصلاة بتقدمها لك هي النشاط والطاقة. تخيل كده إن أنت بتطلع وبتنزل وبتوطي وبتقعد وبتقوم، كل دي حركات رياضية أنت مش واخد بالك منها. كل الحركات اللي أنت بتعملها في الصلاة دي بتخلي عندك نشاط وبتديك طاقة إيجابية عظيمة جدا. فلما تصحى من النوم وأول حاجة تعملها هي الصلاة، هتلاقي جسمك بقى نشيط وبقيت قادر تروح شغلك وتعمل اللي وراك. يا عم ده أنا بصحى الظهر بالعافية، فجر إيه بس اللي أصحى له؟ ده الفجر ده عايز زلزال يقومني مش مجرد منبه. معلش لما تتعود عليها هتبقى سهله ان شاء الله. تالت فايده هتعود عليك من الصلاه هي النظافه. والنظافه اللي انا اقصدها مش نظافه جسمك عن طريق الوضوء مثلا او الاستحمام، لا، النظافه اللي انا اقصدها هي نظافه ذنوبك. بتغسل جسمك من الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان قاعد مع الصحابه، قال لهم: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ يعني لو في نهر موجود قدام باب بيتك وكل يوم بتخرج تستحمى في النهر ده 5 مرات، هل هيفضل في جسمك اي وساخه؟ الصحابه ردوا على النبي وقالوا له: لا يا رسول الله، يعني مش هيفضل في جسمنا اي وساخه. النبي صلى الله عليه وسلم رد وقال لهم: فذلك مثل الصلوات يمحو الله بهن الخطايا. يعني نفس اللي انت بتعمله في النهر ده هو اللي بتعمله فيك الصلاه. الصلاه بتمحو الخطايا اللي موجوده جواك وبتنزل كل ذنوبك. بجد والله؟ ده الواحد طول النهار بيعمل حاجات غلط من غير ما يحس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى رحيم بينا وفرض علينا الصلاه 5 مرات في اليوم عشان ننظف جسمنا وننظف ذنوبنا أول بأول. رابع فايدة هتتعلمها من المواظبة على الصلاة هي تنظيم الوقت، لأن كل صلاة ليها ميعاد محدد، وده هيعلمك تنظم يومك بناء على الصلوات الخمس. نظام ايه بس يا عم الشيخ؟ ده الواحد كلها مواعيده مضروبه بالجزمه. معلش ابدا بس بالصلاه وهتلاقي حياتك بتتظبط لوحدها. وطبعا الاهم من كل اللي انا قلته لك ده ان الصلاه اصلا فرض، ركن من اركان الاسلام. يعني موضوع الصلاه ده لازم، يعني ما ينفعش الواحد كده يصلي وقت ما يكون قادر. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. وده امر مباشر من ربنا سبحانه وتعالى لينا، ما ينفعش اصلا ان احنا نتكاسل عنها. ده غير كمان ان ترك الصلاه ليه عواقب كبيره جدا، والموضوع مش سهل خالص. ما ينفعش اصلا تستهون بيه. عواقب ايه بس يا عم الشيخ؟ وحد الله كده. انا عارف ان انا مقصر والدنيا مش متظبطه معايا في موضوع الصلاه، بس مش للدرجه دي يعني. بص يا جيمي، العلماء اتفقوا على كفر اللي يترك الصلاه جحود، يعني سابها وهو بيقول ان ما فيش حاجه اسمها صلاه اصلا ومش معترف بيها. ففي الحاله دي هو كافر باتفاق كل العلماء. لكن في اختلاف بين العلماء على اللي بيسيب الصلاه تكاسلا، يعني هو مقر بيها وعارف بوجودها لكن هو مكسل ان هو يعملها. فعندك مثلا الامام ابو حنيفه رحمه الله بيقول ان اللي يترك الصلاه تكاسلا مش كافر ولا حاجه، لكنه يتحبس لحد ما يصلي. والامام مالك والامام الشافعي بيقولوا برضه ان اللي يترك الصلاه تكاسلا مش كافر، لكنه عندهم بيقام عليه الحد بالقتل لو ما صلاش. والامام احمد بن حنبل قال ان تارك الصلاه حتى لو تكاسلا فهو كافر ويتقتل كمان. فالموضوع مش سهل خالص يا صاحبي. ما ينفعش اصلا تيجي في اخر اليوم تحط دماغك على المخده وتنام وانت ما صليتش الصلوات الخمسه اللي عليك. اصلا الصحابه والائمه لما كانوا بيتكلموا عن حكم تارك الصلاه كانوا بيعتبروها مساله افتراضيه، حاجه كده مستحيل تحصل اصلا، مستحيل ان مسلم ما يصليش. فهم بيقولوا الحكم ده على سبيل الافتراض مش اكتر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال كمان: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني الحاجة الوحيدة اللي بتفرق بينك وبين الكفار هي الصلاة، فلو انت ما بتصليش يبقى انت زيك زيهم. لا لا لا، كفر ايه كفر ايه بس؟ واحد الله كده، ربنا يسترها علينا وعليك. خلاص قول لي بس انا المفروض اعمل ايه وانا معاك دلوقتي. كده هنقوم انا وانت نتوضى ونصلي، وباذن الله ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك وهتحس بالراحه اللي انا بكلمك فيها. خلاص يا عم انا اقتنعت وهقوم اصلي معاك اهو. بس لو ما ارتحتش زي ما انت بتقول فعلا هتعوضني على الفيديو اللي انت سيبته لي ده، اكيد يا معلم. بس مش مهم الدنيا خالص والفيديو اللي انت بتتكلم فيه، المهم تكسب الاخره ورضا ربنا سبحانه وتعالى.